انا في حاجه تانية عملتها برضو افتكرتها دلوقتي، ان انا درست في كليه تربيه لغه عربيه، ودرست، انا كنت عندي تصور معين للدراسه طلع غير خالص، وسبت الدراسه النظاميه سنوات طويله جدا. انا من حوالي سنتين كده، انا بحب الادب وبحب النقد، قررت ان انا اروح ادرس في اكاديميه الفنون، وفعلا رحت والتحقت بقسم النقد الفني وخلصت الدبلومه، وحاليا دلوقتي في مرحله تحضير الماجستير. يعني عملت كده وانت في الاربعينات وانا برضه؟ بالظبط، ما هو الناس كلها قالوا لي الناس بتعمل الكلام ده في العشرينات عندها طاقه بتاع، ما بس فيش. الحقيقه ان انا لم تتح لي الفرصه لدراسه شيء بحبه، كنت بجري اكل العيش. انت عارف انما انا افتكرت من اللي انت بتقول اه عليه ده ان انا كان معايا مدام نجوى كانت معانا، وانا انا خريجه اداب قسم انجليزي، فكان معانا في نفس دفعتنا ست كبيره جدا، شوف ده اللي دلوقتي بقول كبيره بس كانت 50 سنه. هي كانت 40، تلاقي ست كانت 40 سنه او 35. وداخله تدرس ادب انجليزي 4 سنين معانا. فكانت احنا طبعا كنا بنتعامل معاها بقى كأنها دكتوره يعني، بس كنا دايما عندنا فكره انه ليه يعني تعمل احنا ايه؟ اصلا مقضيين السنين الكليه بالعافيه وعايزين نخلص، لا انت كمان تبتدي من الاول. دلوقتي فهمت انه لا طبعا. انت بتدرس وانا بحب وانت بتحب وانت ومتعة. عايز تدرس و- ومختار تدرس. كان حد وعشان مستغرب كده من بقى زملائك زي ما طبعا زي ما منى كانت طبعا مستغربه كان كده في مدام ناس، نجوى؟ كان في ناس كتيره ليه؟ مستغربه، بس انا برضو سنا مش باين قوي. وغالبا اللي بيعملوا الدراسات كلهم طبعا كان معانا ناس لسه متخرجه بقالها يومين، بس كان برضو معانا ناس فوق ال30 وكده. هي الفكره ان انا دلوقتي بعمل اللي انا بحبه، مش اللي انا محتاجه عشان اكل العيش. واكثر روائع يعني، انا حتى لا قدر الله لو موفق في الامتحان، طب ايه المشكله؟ ما انا اتبسطت واستمتعت وتعرفت على ناس ودكاتره، خبره حياتيه. تقييمنا لفكره الخبره ما بقاش مرتبط بالفلوس، ما بقاش مرتبط بتحقيق انجاز مادي على الارض، لا بقى في حاجات تانية بتحملها الخبره. كمان عاوز اقول ان انا استمتعت جدا كما لم استمتع باي حاجه في حياتي، لان انا قاعد رايق، ما ورايش التزامات. طبعا كان في فلوس وكان في مواصلات وكان في بهدله، بس حتى ده في مقابل ما احصله في النهايه من استمتاع او اكتساب معرفه او معلومه، كان بالنسبه لي الحسبه بتبقى مختلفه.